تشتري هوجن 3 اصلي ولا مصري؟ طبعا بتبقى محتار في الاختيار ده. انا النهارده هعرفك الفرق بين الهوجن 3 الاصلي والهوجن 3 المصري. الفرق مش بعيد، وهقول لك لو محتار تشتري انهي في الاثنين هعرفك على حجم المشاوير بتاعتك. ان شاء الله باذن الله النهارده معاكم ابو حمزه من قناه معرض الموتوسيكلات. معانا النهارده فيديو مقارنه لمكانتين هوجن 3 الاصلي والمصري. هعرفك كل التفاصيل والتصميم والشكل الخارجي، وهقول لك لو مشاويرك بعيده تشتري انهي في الاثنين. ان شاء الله باذن الله تستفاد من الفيديو جامد، وهعرفك التفاصيل بين الموتوسيكلات ان شاء الله باذن الله تعالى، وهنتفرج كده على عدد الموتوسيكلات وهقول لك ايه الفرق بينهم. النهارده زي ما احنا قلنا معانا هوجن 3 اصلي ومعانا هوجن 3 مصري. طبعا يا جماعه في ناس كتيره بتبقى محتاره تشتري الهوجن 3 الاصلي ولا بتبقى محتاجه تشتري الهوجن 3 المصري. طبعا انت في الفيديو ده ان شاء الله باذن الله تعالى هنعرفك كل المميزات والعيوب بتاع جهاز الموتوسيكلات باسعارهم، ان كان جديد وان كان مستعمل ماشي في السوق ازاي. ان شاء الله باذن الله في الفيديو ده هتطلع منه مستفاد يعني، وهتطلع منه مقتنع، وهتعرف منه الفرق بين الاصلي والمصري، وازاي تفرق بين الاستيراد بالكامل والمصري بالكامل. وهما المكانتين حلوين، بس هي بترجع على حسب مشاويرك. انا محتاجها لايه؟ انا محتاجها مثلا لمشاوير خفيفه، يبقى انا محتاج مثلا لمشاوير بعيده، محتاج مثلا هشتغل ديليفري، محتاج مثلا هركبها ملاكي خاصه بيا. كل الاسئله اللي بتدور في دماغك هتعرفها ان شاء الله في الفيديو ده عن المكانتين دول، ان هم المكانتين دول ما شاء الله مكانتين كويسين جدا. وبالخصوص المكنه الاصليه ما شاء الله في السوق مكسره الدنيا بامانه الله يعني. فان شاء الله باذن الله النهارده هنخش كده على الموتوسيكلات، وهنبدا باول حاجه بالموتوسيكلات الموتور. احنا هنجيب كده طبعا ادي الموتور بتاع المكنه الهوجن 3 الاصلي، وش الزيت وش الزيت بيبقى طبعا فيه النسر زي ما كلنا عارفين. في الجنب ده كده بيبقى فيه النسر بكلمه الكينج زي ما انت شايف كده ادي، وبتلاقي هنا المارش مخطوم، وبتلاقي فيها التربو وكل حاجه. هناك برضه هتلاقي التربو، هتلاقي كل حاجه. بس طبعا انا هعرفك ازاي هتقدر تفرق بين الاثنين بالظبط. حتى لو المكنه مغيره وش الموتور مش هيفرق معاك الحته دي. يبقى احنا كده بصينا لوش الموتور بتاع الهوجن 3 الاصليه. هنبص بقى ان شاء الله باذن الله على وش الموتور الهوجن 3 المصري. طبعا يا جماعه هنا مفيش النسر، هنا مكتوب كلمه هوجنج، وهنا مكتوب كلمه الكينج، وهنا مفيش بادج على المارش. يبقى انت كده ايه خدت بالك من اللقطه دي. هنا بقى في التربو وفي كل حاجه. هو التصميم التربو هنا مختلف شويه عن الثاني، بس طبعا هو هنا في تربو وهنا في تربو. هنا الفرق بس لو المكنه مش مغيره وش مش هتعرفها يعني. ممكن واحد في تاجر دلوقتي ممكن يجيب وش ويركبه مع اصلي، تبقى انت يعني ممكن تيجي معاك ان هي اصلي. لا سيبك بقى كمان من موضوع الوش ده. احنا هنبص هنا على الهوجن 3 دي. الهوجن 3 هنا طبعا مشهوره بان فيها الخمس نجوم ومن تحتهم كلمه الهوجنج، وهنا النسر اللي بيبقى حفر في الوش كده. يعتبر مفيش اي اختلاف. ممكن لو بصيت هتقول لي عادي الاثنين واحد. هنيجي بقى نبص على رقم الموتور اللي هو بيحل القصه دي كلها. رقم الموتور هنا بتلاقيه من تحت بيبدا بنجمه 19، ومن فوق بيبدا بحرف الاتش ال اللي هو قبل ال 162. ركز بقى على الكلمه بتاع الاتش ال اللي قبل ال 162 دي. تمام كده. هنيجي هنا كده هنلاقي برضو نفس النظام. هنلاقي هنا الخمس نجوم، وهنلاقي كلمه الوجنج، ومش هنلاقي النسر هنا على الوش ده. انا كده اعتبر بوضح لك الموتور بكل تفصيله فيه. يبقى هنقول بقى هنا الخمس نجوم والنسر، وهنيجي ننزل على رقم الموتور. رقم الموتور هنا بقى ايه؟ مفيش نجم خالص، ومفيش اتش ال اللي هم فوق. يبقى الرقم الموتور بيبدا ب 19 على طول زي هناك. بس طبعا ايه من فوق مفيش الحرفين بتاع الاستيراد، يعني مفيش الحرفين بتاع الاستيراد اللي هو الاتش ال. لو ما لقيتش الحرفين دول يبقى كده المكنه مش استيراد، ويبقى المكنه فرز تاني حتى لو هي مغيره وشاش، وتبقى انت كده فهمت كل التفاصيل بتاع الموتور. هنيجي بقى لطقم الصاج. طبعا يا جماعه طقم الصاج بتاع الاصلي بيبقى معروف، بتيجي على البادج ده هنا كده بتلاقي النسر في المكنه، بس هو هنا ممسوح لان المكنه دي مستعمله. فانت هتيجي هنا كده بتلاقي النسر زي ما هتلاقي مثلا النسر هنا في العداد، زي ما هتلاقي هنا النسر هنا، انت فاهمني؟ وهتلاقي النسر على المفتاح. هنيجي بقى للشكل الخارجي في الاتش جي، بتلاقي هنا اتش جي
وبتلاقي اتش جي وبتلاقي اتش جي هنا، وبتلاقي حتى الاتش جي على المفتاح برضه. وزي ما انت شايف برضه في طقم الصاج بتلاقي هنا الاتش جي، مش بتلاقي النسر. وطبعا بقى في الشكل الخارجي هما المكانتين يعتبر واحد، مفيش اي اختلاف. وبرضه لو بصينا على الشاسيه هتبص تلاقي الشاسيه مفيش اي اختلافات كتيره. هنا في مومباي، عشان في ناس بتتوه في الحته دي، بيقول لك ما انا بلاقي في المصري الشاسيه فيه مومباي وهنا فيه مومباي. ما ماليش دعوه، ما هو الشاسيه ده مصري وعاملين لك فيه مومباي عشان الهوجن 3 بتنزل بالمومباي ده. انت فهمتني؟ هنيجي هنا على الشياله اللي ماسكه الموتور. الشياله هنا ممكن تكون صغيره شويه. الشياله اللي ماسكه الموتور هنا يمكن انا موضحها لك ايه، الشياله هنا هتلاقيها صغيره عن الشياله دي. الشياله اللي ماسكه الموتور هنا في الاصلي هتلاقيها كبيره، يعني ممكن تكون واضحه قدامك في الفيديو كده ان الشياله هنا اكبر. وهتلاقي الشاسيه الاستيراد برضو متنفخ، وهتلاقي كل حاجه برضو واضحه قدامك. هتلاقي متنفخ نفس التاني بالظبط من فوق ومن تحت، فانت دي ممكن ما تاخدش بالك منها. ادي التربو بقى اللي كنا بنتكلم عليه. التربو هنا هتلاقي وضعه مختلف شويه، انت فاهمني؟ وطبعا ادي شكل المكانتين من بره، ويا رب تكون استفدت من الفيديو. المكانتين حلوين جدا، والمكانتين ما شاء الله ممتازين، والمكانتين بيقضوا الغرض. انا بقى هشتغل ديليفري وهقري كتير وهطحن كتير وهيبقى لف كتير، وهمسك المكنه يعتبر هطحنها في المشاوير، يبقى اجيب الاصلي. انا بقى عايز مكنه ملاكي، لان انا مش يعني انا مثلا مش ههري كتير وما عنديش ديليفري ومش هشتغل ديليفري وراجل ملاكي وشغل نزيه. يبقى ايه؟ هجيب الايه المصري، لانها بتبقى سعرها معقول. يعني هي حاليا سعرها ممكن يكون مثلا 36.5 او 37,000. فلو انا مشاويري خفيفه يبقى انا هجيب المصري. المصري هتقضي الغرض معايا ومكنه كويسه، وهي مفيش اي اختلاف. الفرق ان دي مصري بالكامل وان دي استيراد بالكامل. وفي ناس بتزعل ان احنا بنقول على مصري، هي مصري فعلا مش 75% زي ما الناس ما بتقول. فيبقى احنا هنقول ان لو انت مشاويرك صغيره جدا ومش محتاج مكنه بفلوس حجم كبير، لان في فرق بين الاصلي والاستيراد 10,000 جنيه. يعني ممكن لو لقيت دي ب 37,000 او ب 36,000 تلاقي دي ب 47,000. انا بكلمك من تاريخ الفيديو، ما بكلمكش من زمان، كان الاول اقل، لكن انا بكلمك من دلوقتي. فلو انت مشاويرك خفيفه يبقى ان شاء الله باذن الله بقترح عليك انك تجيب المصري لو انت مش محتاج حاجه بمبلغ كبير. وطبعا بقى لو انت العمليه معاك حلوه ونزيه والعمليه معاك تمام وعايز تجيب الاستيراد، هي الاستيراد بصراحه ما فيش كلام، مكنه ثابته وجودها ومكنه 10/10. ويا رب تكونوا استفدتوا بالفيديو، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشيره لغيرك عشان يعرف الفرق ما بين الاصلي والمصري. وان شاء الله باذن الله نشوفكم في فيديو جديد. وكان معاكم ابو حمزه من قناه معرض الاصدقاء. وما تنساش الاشتراك في القناه، وإن عجبك الفيديو اعمل لنا لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.